الواد اللي عمل الواد اللي عمل حلقه الجزار مع ابراهيم نصر. انت كنت بتجنن الضيوف. قال انا مش عايز حد في الاستوديو غير اسماعيل فرغلي. انا بتخيل لو كان الحلقات دي كان على ايامها في سوشيال ميديا. مساء الخير يا استاذ امين، ما ردتش عليه، مش عارف ارد عليه، وحطه فوق الخوف ده الاستاذ عادل امام. بس حضرتك ملك الافيهات. ما خدش المساحه دي في حياتي. لكن اكرم حسني كواليسه حلوه جدا. طبعا كل قاعد في اوضته، ما فيش ولا واحد خارج من الاوضه دي وقاعد في الاوضه دي، لا. يعني انا كنت شايف ابويا قاسي عليا، لو ما خدتش القلم الثاني ما كنتش حفظت القران، لو ما كنتش خدت القلم الثالث ما كنتش عرفت الحلال من الحرام. كابتن محمد صلاح ابو مكه بعت لاكرم على المسلسل قال له انت جامد قوي. قال لي بقول لك يا سمر، قلت له ايه؟ قال لي في حاجه هقول لك عليها لو عملتها هتروح في حته ثانيه. بكيت يعني بجد. هل التمثيل حرام؟ مش عايز مخلوق يعرف. ولد صالح يدعو له. ولد الصالح ده هيجي منين؟ من كارفور. 50% حضرتك من التربيه تقليد. دي مكافاه نهايه الخدمه. سيبيني مع اللي خلقني، انا محتاج له. اهلا بيكم في الحكايه فيها ايه. حكايتنا النهارده عن فنان مصدر للبهجه والسعاده، مشاهده كلها ضحك وفرح لينا. عنده محطات كتير جدا في حياته، من فرح وحزن وضحك وتحدي ونجاح لحد ألم الفراق. عايزين نعرف الحكايه كامله. معانا النهارده الفنان اسماعيل فرغلي. متشكرين على التقديمه الجميله دي. اهلا بحضرتك. ربنا يخليك. منورنا والله. الله يخليكي. كنت بلعب درامز، كنت بطلع طابور الصبح على الترومبيته الحاجات دي، وفريق التمثيل طبعا من ابتدائي. بعد كده اعدادي، بعد كده ثانوي، كده الحاجات دي. ان ده يعني كل الناس يقول لك ده يطلع ممثل، ده يطلع فنان. وبعدين قبل التمثيل كنت بدات اخش مجال المزيكا، العب درامز، وكان اكل عيش. يعني كان بالنسبه لي الدرامز كانت آلة كنت بحبها، وبعدين اتقنتها شويه. وبدات بقى، كان قبل ما في حاجه اسمها الدي جي ده بقى مكان البند. كنا احنا بقى البند الغربي نلعب لايت ميوزك، نروح نقعد سنه في كاتاراكت، سنه في اوبروي، نلعب مزيكا لايتات بحاجات من دي بتاع. وبعدين بقى جالي بقى برنامج حسين على الهوا، وكملت بقى في التمثيل. يعني بداية حضرتك في الفن كانت من خلال برنامج حسين على الهوا. البرنامج ده لحد النهارده احنا حاسين ان هو مش هيتكرر، وده طبعا. كان بقى الكاميرا الخفيه بجد. اول برنامج كاميرا خفيه يعمل مقلب في الفنانين. ازاي اختاروا حضرتك؟ ازاي اختاروا حضرتك؟ ده بقى هنا النصيب والرزق اللي ربنا بيكتبه للبني ادم. المخرج رائد لبيب الله يرحمه كان يروح يتفرج على مسرحيه، يتفرج على برنامج، يتفرج على فيلم، يشوف بعض ناس هو عاجبهم شايفهم يعني، يكتب كده. يكتب اسمائهم. اسماء، او ممكن يكون الاسم مش موجود. هو كاتب عندي مثلا ايه، انا لما عرفت بعد كده الواد اللي عمل الواد اللي عمل حلقه الجزار مع ابراهيم نصر. ده انت كنت بادئ برضو كاميرا خفيه. بالظبط. تمام. لغايه لما جم قالوا عايزين حد عنده يكون عنده حضور، لان الكاميرا الخفيه مش مشهد انت بتحفظي وانا بقول تقول لا. انت كنت بتجنن الضيوف في الحسين حسين في برنامج حسين الامام. هتصدقيني لو قلت لك ان انا بعد الحلقه لما بتخلص انا ما اعرفش؟ بتنسى؟ لا، ما اعرفش اتعملت ازاي، والله بجد. لدرجه ان يعني قبل الضيف ما بيجي بيقعد المخرج منفذ عاطف شعلان الله يرحمه مكان الضيف، ونعمل بروفا. وما بعرفش الحلقه قبلها بيوم، في يوميها كان شغل ان هو متكتم عليه. دي مهمه جدا من نجاح البرنامج، ان الافكار ما تطلعش بره او كده. فاقعد اتوقع الضيف ممكن يقول ايه من خلال المخرج المنفذ. يعني اقول نسبه 50% اقول كذا. طبعا لما بيجي بقى على الهوا بيظهر، بيطلع طبعا. انا فاكره الحلقه بتاعت دكتور عزت ابو عوف، انت جننت ده الحلقه حبيبي الله وقام يرحمه. واتعصب. انت عارفه انا نفسي، وده كان حقيقي، وكان يعني ده كان واضح بجد. وعايز اقول لك على حاجه. انا كان نفسي يجيبوا الكواليس بتاعه الحلقات اجمل من الحلقات نفسها. يعني انا بعد ما بخلص الحلقه، انا فاكر عزت ابو عوف دي، وعزت ابو عوف دي ليها معزه عندي قوي، لان احنا كنا رايحين مجموعه كبيره، كل واحد يعمل حلقه 2، قاعدين في استوديو جلال. ما فجينا حلقه الدكتور عزت ابو عوف الله يرحمه.
فلما اتعملت انا ما اعرفش انا عملتها ازاي، توفيق من عند ربنا. فطلع الاستاذ رائد دبيب الله يرحمه قال انا مش عايز حد في الاستوديو غير اسماعيل فرغلي. لقى اللي هي ايه، وبقى يديني الحلقات قبليها بيوم اذاكرها. علشان حلقه دكتور عزت عمل عشان نجح نجحت. وانا نجحت، فهو قال لك اه هو ده اللي انا عايزه. اه. تمام. فبعد الحلقه ما بتخلص، تمام، واحنا في الاستوديو على الشاشه بنقعد كلنا بالضيف نتفرج على الحلقه على قبل ما حلقه تتمنتج. فكل شويه يبص لي كده، هو اللي يروح حاضن الدكتور عايز ابو عوف. فطبعا احساس حلو قوي، وقال لي كلام حلو، وانت مستقبلك حلو، وانت. فطبعا كلام كان طب جميل، ايه فالكواليس كمان يعني. من اكتر الحلقات المقربه لقلبك؟ حسين شربين طبعا الله يرحمه. اه دي كانت حلقه جميله جدا. اه عايز اقول لك قلتها في برامج كتيره جدا، بس عايز اقول لك بقى على حاجه. الله يرحمه. آه 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 الحلقه الوحيده هو كان اللي، فنان جميل جدا ما هو لو ودمه مش خفيف حسين جدا. الشربين الله يرحمه ما كانتش الحلقه تبقى حلوه. لو واحد عادي مش هتبقى عادي، مش اه هتبقى مش حلوه. تبقى حلوه. هي الفكره كانت ساعتها ان انا بغلس عليه اللي هو التليفون المتعلق ده دقيقه او دقيقتين، وبعد كده بخرج انا من المكالمه. قعدت انا بقى ظهري متني كده في العربيه، تتخيل. لا والراد لبيب يقول لي ايه، اه عمال ارتجل واقول انا ما عنديش مانع تذاكره بس مش عارف اسالك كل اللي انتوا ده. قد ايه بقى الوقت ده؟ ساعه الا ربع. قال لي الساعه الا ربع كلها حلوه، وانا عايز من الساعه الا ربع دي 12 دقيقه، انت متخيله؟ يا وبعد ما خلصنا الحلقه طبعا وكسرت الدنيا، كلمت في التليفون، خدت من احمد الخشاب صديق المنتج الفني. مساء الخير يا استاذ. امين. انا حبيت اشكر حضرتك واقول لك حضرتك يعني انت كبرتني برضو، يعني كان كلام حلو قوي، والحمد لله كانت بس كنت الحلقه. بتشوف صدى الحلقات في الشارع المصري؟ انا بتخيل لو كان الحلقات دي كان على ايامها في سوشيال ميديا. انت عارف ان البرامج اللي زي دي كانت بتخلي الاسره المصريه ساعتها تجتمع كلها في نفس الوقت عشان تتفرج على البرنامج ده. هقول لك حاجه قلتها كتير برضو. آه انا كنت بنام والله واحلم واصحى اقول يا رب انا بحلم، اللي انا فيه ده حلم. ليه بقى؟ دايما اي حاجه عامله في رمضان برنامج او مسلسل بتبان رؤيته بعد تالت حلقه. خلاص بقى احنا الناس كلها بتتجمع وقت الفطار، مش الاسر، العائلات، العائلات نفسها والشركات، كل الدنيا بتجتمع في فتره الفطار دي. ايوه فكان من اول يوم الحلقه عملت مفرقع. بوم. فكان التليفون بتاع البيت، مراتي الله يرحمها بترد على اهلها واهلي في التليفون، وانا حاطط الشاحن في الفيشه عشان بيفصل. ومن اول الحلقه ما بتبتدي لغايه الساعه كام، 12 واحده بالليل. لحد السحور، من انا الفطار بكلمك للسحور. بجد بدون مبالغه. ليه بقى؟ حضرتك جارتي، صاحب جوزك، اختك معايا في الشقه ايا كان، تمام، حد من العيله يعرفني بس، تمام، فبتروح مكلماني، كلهم مبسوطين، خد جوزي، خد اخويا، خد ماما، خد الحاج، خد بتاع. افضل المكالمه الواحده العيله بس ده كلها. كان بيبسطك جدا طبعا جدا. طبعا وكنت بتعب منها، بس طبعا تعب جميل. تعب جميل. فتخيل لغايه الساعه 12 واحده كده بالليل، تمام، وبعدين اقفل الاقي مثلا ايه 400 500 مكالمه، ما ردتش عليهم، مش عارف ارد عليهم. طب وهو البرنامج بتاع حسين الامام ده اللي خلى وشك مألوف في الشارع المصري طبعا ومعروف؟ طبعا طبعا. هو ده اللي خلاني اشتغل مع الفنان استاذ عادل امام في المسرحيه حضرتك اشتغلت مع الفنان عادل امام بعد ومسرحيه بودي جارد. اه طبعا. حسين الامام على طول؟ اه اشتغلت معاه في مسرحيه بودي جارد اشتغلت معاه في 2004 او 2003 2003. 2003. اه اه ده المسرح ساعتها كان في قمه التوهج. كانت بصي ربنا يكفيك شر وقفة المطبخ، سوري المسرح، المسرح. المطبخ ايه بس. لا احنا بنقف في المطبخ. آه مواجهة الجمهور دي صعبة جدا، صعبه جدا. وحطوا فوق الخوف ده الأستاذ عادل إمام. اه ما انا عايزه بقى ده ليه هنا. رغبة تانية بقى، ايوه. والجمهور مليان، صالة مليانة، وبتبتدي الحالة دي بتروح بعد فترة طويلة، مش بعد يوم ولا اتنين ولا لا. بس الكواليس عمرها ما تتنسي. كله قاعد في اوضته، مفيش واحد خارج من الاوضه دي قاعد في الاوضه دي، لا.
كله مركز في شغله عشان العمل يطلع بالعظمه دي، وده خلاك يعني ليك اداء طبعا من اول يوم حضرتك طالع وليك اداء متميز. بس الحمد ازاي لله. قدرت تطور ادائك والكاركتر بتاعك تشتغل عليه اكتر؟ الخبرة. وانا بعتبر نفسي ان انا محظوظ في ايه بقى. اه. زي ما احنا عارفين، هتلاقي واحد ناجح في دور وكيل نيابة، هتلاقي على طول وكيل نيابة، دور بواب دور بواب. مين اللي بيخلي الممثل ده يطلع من العباية دي اللي يروح المخرج. اه. تمام. فاللهم لك الحمد والشكر، الاقي مخرج شايفني في دور لواء، واحد شايفني دور دوك المخدرات، ويمكن امكانياتي الشكليه والجسمانيه ساعدتني في ده. يعني ايه؟ يعني مش كاركتر. يعني لو انا مثلا مليان قوي هتلاقي كاركتر مش هينفع، مثلا ايه، ينفع دور مدير امن، او دور تاجر مخدرات، فاهم ازاي؟ فالطول مع التون بتاع الصوت خلاك ده. تقدر تتنوع. بالظبط. تتنوع اه. دور اب، دور ام، ولا ام ايه. بس برضو يعني بنلاحظ دايما ان اي دور حضرتك بتقوم فيه بيبقى له بصمه معينه. الحمد يعني لله. قمت مثلا بدور زي ما حضرتك قلت وكيل نيابه، لا استاذ اسماعيل، لا هو حاطط بصمته هنا. قمت بدور اب حاطط بصمته هنا. قمت بدور تاجر حاطط بصمتك هنا. الخبره. الخبره. طبعا. طبعا. ولا حضرتك بتقوم يعني ازاي بتحضر للشخصيه قبل ما تعملها؟ انا بحب اولا، خلي بالك، لما بيجي لك الورق وبتذاكريه وتقعدي تطلعي افيهات وبتاع، دي لوحديها متعه. يعني المذاكره نفسها والتحضير ليه متعه. بس حضرتك ملك الافيهات. الحمد لله. انت اللي لا مش بتعمل. ملك الفتوى ولا حاجه. لا يعني احنا بطبيعتنا، على فكره مش انا بس، بطبيعتنا كلنا شعب دمه خفيف. يعني الافيهات اللي حضرتك بتقولها بتبقى مكتوبه في النص اه ولا طبعا في حضرتك مكتوبه وفي من بترتجلها؟ عندي. اه. بس معظمها من من عندي. عندك. اه اه. معظمها. طيب اكتر دور كوميدي شايف ان هو اثر وسايب بصمه للناس ولحد النهارده بيندهوك باسمه؟ هو مكتوب عليا بتاع اكرم حسني طبعا. اه دي مم. محطه دي لوحدها. اللي هي محطه اصلها، ومساحه ما خدتش المساحه دي في حياتي. يعني ما خدتش، يعني انا بعمل ادوار بس كلها تلاقي ايه، صغيره، سمير صغيره. وشهير وبهير، مش عارف ايه اللي لا. لكن ده دور ومساحه وكاركتر وشخصيه، تمام، و... ومؤلف كاتب كويس ومنتج صارف كويس، ومعاكي بقى اللي احلى من ده كله، اكرم حسني اللي هو بيحبني، اللي هو بيحب اي حد يطلع جنبه. في ناس تانية ما بتحبش في ده. ناس تانية ما بتحبش ده. بس ده يعني مهم جدا. الفنان او البطل هو اللي بيساعد الناس اللي معاه ان هم يطلعوا في الدور لو عايز. لو عايز. اه بس اه. معظمهم ما بيبقوش عايزين. اه لكن اكرم حسني كواليسه حلوه جدا. طبعا. ما انا ما مسميهوش السعد. بس انا شايفه ان حضرتك قمت هنا في الدور ده يعني قدمت لنا الكوميديا بطريقه مختلفه. يعني احنا بنضحك، بس هو يعني الطريقه نفسها كانت مختلفه. تأديتك للطريقه الكوميديه كانت مختلفه خالص. بصي مش انا اللي بحط ده. كوميديا موقف، مش لا. عارفه، كوميديا اه حاله. بالظبط. الحاله ممكن نقول عليها كوميديا حاله. موقف. مش انا اللي بخترع ده، في ورقه مكتوب، في الاستاذ خالد الحلفاوي مخرج بيوجهك صح، تمام، وانت بتسمعي المخرج. ما هو لازم الممثل الشاطر يسمع كلام المخرج. علشان ايه بقى؟ معظم مسلسلات رمضان بتتكتب في رمضان. يعني مثلا تبقي داخله مثلا المسلسل ومعاكي 15 حلقات، وتصوري لغايه اخر رمضان، ما بتبقيش عارفه الشخصيه رايحه فين. انت بتعملي المشاهد بتاعت دلوقتي. اول باول اه. اه. فيجي ديكور مثلا في حلقه مثلا 30، طب وانت مش عارفه. اللي فالمخرج جاي يقول اه. لك انت هتعمل الرياكشن ده عشان انت جاي من هنا، وانت هتعملي ده. انا ما اعرفش، المخرج هو اللي عارف كل حاجه. فبالتالي توجيهاته في الاخر بعد ما تتفرجي على العمل كله هتعرفي ان هو ماشي زي المفتاح ده مثلا، اللي الناس كلها حباه، ضيعت المفتاح يبقى اتسرقنا. ايوه تمام. المشهد ده. طبعا. ده المشهد. المشهد ده حقق نسبة مشاهدات عالية جدا وكان ليه بقى؟ كوميكس لمدة طويلة جدا على ليه؟ لان السوشيال ميديا. المشهد ده في كل بيت ايوه. هتلاقيه اتعامل معاكي مع باباكي واتعامل مع بس ابويا. طريقة اداء حضرتك
اه وطريقه اداء استاذ اكرم حسني، الاتنين مع بعض كانوا المخرج خرافه. المخرج مشهد مكتوب عليا والمخرج بيوجهك صح، يبقى اتسلقنا يا محاسن. انا بقى يعني انا حتى دايما يعني اقول المشهد ده لحد النهارده أنا بتفرج عليه وبضحك. اه طبعا. يعني كل الناس يقول لك ايه المشهد ده متاخد عندنا من البيت، اه لان المشهد ده موجود في كل بيت. انا خلي بالك انا ما مثلتش في الدور ده، يعني انا ما مثلتش ليه، انا عملت دور الاب بتاعنا، بس مش بالظبط يعني. بس في ناس كتير كانت شايفه في الاول المسلسل ان دور الاب يعني جاي في اتجاه الاب القاسي شويه. يعني كانت في ناس كتير شايفه ان ابو اكرم حسني قاسي، هو ليه بيعمل معاه كده؟ ما كانش حد فاهم. بصي هو طبعا مسلسل كوميدي، فطبعا مش هيتعمل يعني، ولكن انا عايز اتكلم في الجزئيه دي، ان اي ابن شايف ابوه قاسي عليه. يعني انا كنت شايف ابويا قاسي عليا، لكن بعد ما خلفت وكنت مش بتضرب بالقلم، كنت بتضرب بالجزمه، تمام، بقول له الله يرحمك ليه، لو ما كنتش خدت القلم في اليوم ده ما كنتش اتعودت اصلي، لو ما خدتش القلم التاني ما كنتش حفظت القرآن، لو ما كنتش خدت القلم التالت ما كنتش عرفت الحلال من الحرام، زي ما بحكي لك كده. طب يعني عايزين استاذ اسماعيل فرغلي اب زي ابو اكرم حسني، لا يعني ما طبعا دي مش ولا بيظهر حنيته، بيظهر مشاعره؟ لا ما فيش اب انا حنين اوفر، اه يعني انا كأب حنين اوفر. يعني بتحب تظهر مشاعر الحب والحنيه دي لولادك ده على طول طول الوقت؟ طبعا. بس جت الحفيده بقى خدت خدت الحب طبعا. والدلع كله. يعني دايما نقول الحفيده دي عز الولد. غير ان عز الولد ولد الولد، لا اه انا بعتبرها كده ليا راي انا بقول فيه، دي مكافاه نهايه الخدمه. اه يعني لان الحاجه الوحيده اللي بتسعد اي حد في سني كجد هو الحفيد، لانه حب بدون بدون خلاص مسؤوليه بدون كمان. مسؤوليه بقى خلاص. فاهمه ازاي بدون مسؤوليه؟ اه حد كده ربنا مديها لك دلع بس. دلع بس، انت اه بتشوفيها بتسعدي، تنزلي مش شايفه حاجه الا غير اللبس الحاجات الصغيره. بتقول لي يا بابا، اقول لها انا متعتي في ان انا يعني مثلا كنت مثلا بعمل مصيف في السعوديه، فنزلت مثلا اعمل شوبينج، كنت بجيب الواد الاول، بتشتري لها هي. هي اه واشكال بقى حلوه بتاع سن سنتين ثلاثه اربعه، دي فيها متعه. هو ربنا مديني ربنا مدي الحنيه للام، لان لو ما حطش الحنيه في الام المجتمع ده انتهى. بس انا شايفه الحنيه يعني اللي زايده عند استاذ اسماعيل فرغلي دي شديده. احنا شفناها في مكتوب عليها في المشهد واكرم حسني في المستشفى. طبعا يعني نفس طبعا المشاعر دي بالحنيه بالحنان ده كله طبعا. ظهرت بقى لما اكرم حسني كان في المستشفى. احنا عايزين نتكلم عن المشهد ده. بصي بقى اقول لك حاجه، انا اتكلمت عنه كتير وهتكلم في تاني، اه لان ده كان حلم حياتي المشهد ده. اه انا كان امنيه حياتي اعمل حاجه واقول للناس انا ممثل مش كوميديان بس مش بتاع افيهات، امنيه حياتي من زمان. فجينا تالت يوم رمضان، كان تالت يوم رمضان احنا مخلصين مسلسل 27 رمضان، فتالت يوم رمضان آه محمد صلاح، كابتن محمد صلاح ابو مكه، بعت لاكرم على المسلسل قال له انت جامد قوي، فاكرم بعت له قال له لما انا جامد امال انت تبقى ايه؟ فطبعا انبسطنا ان محمد صلاح اتفرج علينا. فانا نازل من الكرفان تالت يوم رمضان، اكرم جاي مع عبير الجرح مديريه اعماله، قلت له ايوه يا عم محمد صلاح بقى وبتاع، قعدنا هزرنا مبروك عليك وبتاع وايه، وكنا واخدين يومين يعني بنفطر فيها مع اهالينا وبنكمل مسلسل. فقال لي بقول لك يا سوما، قلت له ايه؟ طبعا انا واكرم ما بنتكلمش كلمتين على بعض جد، على طول اكيد يا اف هو طبعا. يا انا اف طبعا. دي احلى ووعدنا كواليس دي. وعدنا كتير وبتاع اه وعارف ايه تمام. انا مش قادره اتخيل الكواليس بينكم لا يعني. لا الله يكون في ما عون المخرج تتصدقش، لا احنا كنا والكرول. بنضحك بالدموع بالدموع، وحاجات انا واكرم بنضحك عليها بس انا هو بس، انتوا اللي فاهمين بعض. بس اه قال لي بقول لك يا سوما، قلت له ايه؟ قال لي في حاجه هقول لك عليها لو عملتها
هتروح في حته تانية. قلت له ايه، هروح شبرا يعني؟ وانا بهزر يعني. قال لي لا، انا في الحلقه ال 30 انا ما اعرفش حاجه، هموت، تبقى الشر عليك، ويعملوا لي صدمات. صدمات كهربائيه. قال لي هتعرف تعيط ولا اجيب جليسرين؟ قلت له لا، هعرف اعيط. طب اشوف ايهاب بليبل المؤلف، شوف كاتب ايه عشان اظبط بقى النفس وكده وبتاع. قال لي انت اللي هتكتب المشهد ده. قلت ياه. له انا؟ قال لي اه. هو ما فيهوش دراما، ده اب ابنه بيموت، شوف انت عايز تقول ايه واحساسك ايه وقوله، مم. وهتعرف تعمله يا سمعه. وراح مخبط كده ومشي. انا مش شايف حاجه في المسلسل غير المشهد ده. وكتبته. كلمت حد صاحبي كده داعيه اسلاميه، مم. قلت له، حكيت له الموقف، قلت له انا عايز كلام مش آية قرآنية ولا حديث، كلام بما معناه يعني من من ربنا. القلب. اه. فقال لي على حاجة، قال لي كذا حاجة واستقريت على اقول لك عليها بقى. يا رب جلجل بين ايديك وانت احن عليه مني، اشفه له وقومه لي يا رب. فقلت خلاص، بدل جلجل هخليه ابني عشان ايه، فيها خصوصية اكتر. ورحت للاستاذ خالد حلفاوي المخرج واكرم حسني، وقلت لهم المشهد كلام اهو. قالوا لي حلو. وحاسس الكلام انت وانت اه. بتقوله. ليا طلب بقى مش عايز اعيده. اه. وقلته. وهنا في حاجة، عشان اي ممثل يبكي لازم يستحضر حد عزيز عليه، ابوه، امه، صديق، عشان يعرف يعيط. يعيط ازاي؟ ايوه. لازم يستحضر حالة. انا ما استحضرتش حد، لان انا حب الاكرم بالحالة اللي فيها خلاني ابكي. آه. انا بكلمك بجد. وكمان الكلام مؤثر قوي، الكلام اه. يوجع. وعملته الحمد لله. وقاعد مستني الحلقة ال30، الناس هتقول ايه. الناس قالت ايه؟ زي ما تمنيت من ربنا ادهاني. اه. لقيت اكرم حسني، عشان انا ماليش في السوشيال ميديا قوي، مش متابع يعني، بعت لي حد صحفي كبير كاتب: قولوا لاسماعيل فرغالي زي ما ضحكتنا من قلبنا ال 29 حلقه، بكتنا فعلا. بكتنا بحرقه في الحلقه ال 30. دي حقيقة. انا شفت اللي انا بتمناه ده، ربنا اداهوني. الله. بكيت يعني بجد. فرحة حلوة جدا. طبعا. طبعا. مش بتمني حاجه من ربنا وبيديها لك، عايزه ايه؟ طبعا الحمد لله يعني. وحضرتك دايما بتؤمن بالرسائل الربانية، طبعا. وحكايات ليك كتير جدا في الموضوع ده. طبعا. حتى في بداياتك كنت حضرتك بتحكي ان الظروف كانت ساعات بتبقى صعبة وساعات مبقاش ولغايه فيه. دلوقتي. لا لا الحمد خلاص لله. بقى. ده لا الحمد احنا نجوم لله، اهو. الحمد لله. هي الحياه مهما وصلت، الحياة صعبة دايما، فيها تحديات وفيها صعوبات ومواقف. ايه اللي طلبته من ربنا تاني وربنا اداهولك بنفس الطريقة؟ آه، شوفي، انا ربنا اداني كتير او مش الحمد حاجة واحدة. لله. اولا كنت اتمنى اتجوز زوجة صالحة، ربنا اداني احسن مما اتمنى. 27 سنة فعلا مودة ورحمة، الله يرحمه. الله يرحمه. تمنيت ان انا اخلف بنت، انت عارف البنت حبيبة حبيبة الاب. ابوه. تمام. نفسي في ولد يبقى سند، راح ربنا كرمني بولد وبنت توأم. ما شاء الله. تمام. وبعدين ربنا راح مكرمني اكتر ان انا ابقى جد عندي حفيد. كل دي نعم نعم. ربنا مش مديها لكل انسان. انا بعتبر ان لما تكون انسان عادي وربنا يلاقيك تبقى زوج، دي ترقية. اكيد مش طبعا. حد. ومن زوج تبقى اب، دي ترقية. ومن اب تبقى جد، كل دي نعم ربنا بيديها البني ادم، مش فلوس. الرزق مش فلوس بس. عرفت تحافظ على النعم دي بانك دايما بتتكلم ان انت دايما حريص ان انت تبقى فلوسك حلال، وانك تتعب وانك تشقى. طبعا. طبعا. يعني بص. النعم دي كانت دايما بتخوفك؟ يعني دايما كانت في ظهرك ان انت ما تعملش اي حاجة تكون شاكك في؟ بصي، انا اول حاجه سالت فيها هل التمثيل حرام، لان انا كلمت شيخ صديقي قلت له انا بحب ولادي قوي، احافظ عليهم ازاي؟ فقال لي
اكلهم حلال. اه يعني ما الله. تجيش تاكلهم حرام وتقول العيال وتشتكي. باظوا. انت اللي في ايديك اللجام، انت اللي راكب الحصان، الله. انت اللي هتدخل جوفهم او بطنهم حرام، فانت اللي اذيتهم مش حد تاني. صح. فلما سالت شيخ قلت له التمثيل حلال ولا حرام؟ بس لما سالته يعني ما كرمشتلوش 200 جنيه، قلت له لا. قال لي في حديث عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم: الصلاة والسلام. احب الناس الى الله انفعهم، واحب الاعمال الى الله من يدخل السرور على قلب مسلم. اه طيب، هل الكوميديا اللي انا بعملها دي مش الناس بتضحك؟ هو ده مش سرور؟ اكيد طبعا. تمام. طيب، هل انا في حياتي الفنيه ما عملتش مشهد فيه حرام؟ اللهم لك الحمد والشكر. لان زي ما بقول، في حسنه جاريه، في سيئه وفي جاريه. سيئة جارية. وده اللي عطلني كتير. بس الحمد لله ربنا عوض. امتى بقى؟ لما تكون انت عندك يقين بالله ان ربنا، يقين بجد، مش ربنا ما بيتجربش لما نشوف، لا، عندك يقين في ربنا. اداني بعد فتره، بس اداك. طب احنا عايزين قصة من حضرتك عن اليقين في حياتك. كتير كتير. يعني انت ما قلت لي كده، عارفه انت لقيت نفسي كده ايه؟ في بتستحضر. 30 40 الف حاجه. اه. بصي، اكتر حاجة اثرت فيك مش قادر أك... تنساها. اكتر حاجه اثرت فيا، ودي عايز اقولها. انا وانا بعمل مكتوب عليا، كان في مشكله كده في زوري وصوتي بيتغير بتاع. المهم، اختصارا للكلام يعني، رحت الدكتور. قال لي انت عندك ورم. كلمه ورم دي لوحديها تخض. تخض. طبعا. وفي دكتور تاني حب يشتغلني، قال لي لا، دي الاشعه المنظار ده مش هينفع، اروح لواحد تاني. المهم رحت تاني، قال لي ده انت لازم تعملها فورا. كنت انا بعمل 3 مسلسلات ساعتها منهم اه مكتوب عليا. قلت له بس انا، قال لي عندي شغل. يا يا حياتك يا المسلسل. فطبعا الدنيا اسودت قدامي، وانت ملتزم وولادي بعقود وبتاع. طبعا. ويا رب ده أنا لسه يعني المسلسل. المهم اختصارا للكلام، لغايه لما ربنا اكرمني. وعايز اقول اسمه عشان برضه الناس، اسمه الدكتور ايمن عبد الوهاب. ده بني ادم او شخصيه بتاعت ربنا قوي. اه قال لي لا لا لا، انت خلص مسلسلك وعايد مع اولادك وتعالى نعمل العمليه. قلت له بجد؟ انا قلت بقى في دماغي ان هو شاف كده انا ميت ميت، اه. فبي بي فبتخلص اللي عليا. لا هو بقى بيقول لي كده، يعني ايه، يعني ايه بقى، يعني عيش انت عيشتك يومين. اه. لا، من ضمن الحاجات اللي فكرت فيها. المهم يعني عملت العمليه. هو اصلا الخبر نزل على حضرتك ازاي؟ الخبر انا مش عايز استقبلته اقول لك، ازاي؟ وانا بصور كان مثلا في مشهد مثلا، وفي اكرم الاحبال حسني. الصوتيه وحضرتك فنان. ولازم قالوا لي، حد من قال لي اه لازم دكتور كبير عشان الورم جنب الاحبال الصوتيه. فلو يعني مش شاطر قوي ممكن يضيع لك الاحبال الصوتيه. ياه. اه. ف فبقيت من كتر ما انا سرحان، الباب يخبط وانا المفروض افتح. فالاستاذ خالد بيقول لي سمعه، هو مجرد ما بفكركش بحاجه ان انا افتح يعني، سرحان دماغي. خلاص. آه، ودخلت اعمل العمليه. وقلت لمراتي بقى حاجه مهمه جدا. قلت لها بصي، مش عايز مخلوق يعرف. ولا ولادك؟ لا، ولادي بس. اه. لا اهلي ولا مش. سيبيني مع اللي خلقني، انا محتاج له. مش عايز حد يقول لي سلامتك، مش عايز حد خالص. انا بقول لك اهو. وكنت ايه، العرق الصحي طلع. انا بقول اهو. دخلت قلت تمام الدكتور، التخدير كده اموره كده لذيذ. قالت لي ان الف سلامه، احنا بنحبك وبتاع ومش عارف ايه. دخلت وخرجت، بفوق لقيت المساعدين وولادي ومراتي والممرضات كلهم بيقولوا لي اتكلم بقى، عايزين يشوفوا الصوت موجود ولا لا. اه. دي اصعب لحظه بقى. اصعب لحظه. خايف انا خايف تتكلم. اتكلم ما الاقيش صوتي. ياه. فاتكلم، ببص، اتكلم. قلت الحمد لله. الحمد انا ما قلت لله. الحمد لله، انا مش سامع صوتي، بس هو بالنسبه للدكتور سمو. لا كويس. مبروك مبروك. انا ما اعرفش بيقولوا مبروك عليه، مبروك مبروك. خدوا بقى العينه نشوف بقى اذا كانت حميد ولا خبيث. بعد اسبوع قاعد مستني بقى، بقول يا رب طلعت حميد. فدي الحمد طبعا لله. كرم من عند ربنا، وكرم كبير قوي 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 قوي.
اني كنت في محنه وربنا واقف جنبي وما طلبتش حاجه من الدنيا غير ان اقول يا رب. الحمد الحمد لله. لله. شايفة ان كل محطة في حياة حضرتك دايما بتذكر فيها زوجتي كانت معايا، زوجتي امم. قالت لي، زوجتي وقفت معايا. فاحنا هنا عايزين نتكلم، وقلت كمان ان حضرتك طلبت الزوجة الصالحة وربنا الحمد اداك، لله. ودي خير متاع الدنيا يعني. الحمد لله. فلو حضرتك توصف زوجتك توصفها بايه؟ آه، مش لاقي حاجه تستاهلها يعني. يعني مفيش كلام فعلا يديها حقها. كل اللي اقدر اقوله لك آه، يعني هقول لك حاجه كده افتكرتها. انا ابقى راجع مثلا من التصوير مثلا، صور عدد ساعات كتير ومروح مثلا الساعه 10 الصبح 11، وصلاه الجمعه فاضل عليها ساعه. عارفه يعني ايه؟ يعني انت بتموتي تقعد تزق فيا ممكن تقول نام. ها؟ لا. كانت بتعينك على الطاعة. وتقعد تسند فيا لغايه اه. لما اتوضى وتدعي لي وتجيب لي الشبشب والجلابيه، وتفضل لغايه لما، وما تخليش الشيطان يتقلك ومش عارف ايه. نقابل بعض كل يوم في صلاه الفجر، نصلي امام دروخه وانا دروخه. لا دي كانت نعمه كبيره الحمد لله، وهي في مكان احسن. والحمد لله المتوفي ده مبطون، فطبعا الله يرحمها. كنت اقول لها نفسي احس بتغيير كده واشوف الشقه وسخه مره كده من نظافتها على طول. وبصي شقه بسيطه قوي ايجار، بس بس مخليها تحس جنة. ايه. جنة. جنه في ايه بقى؟ اه. الكرسي ده مره تغيره تجيبه هنا اهو، مره تجيب دي هنا اهو، مره تجيب هنا يعني تغيير على طول يحسسك بالامكانيات اللي ما فيش امكانيات. تمام. خلي حياتك سعيده. يا يا تشوفها يا اما في المطبخ، يا بتقرا قران، يا بتصلي، يا بتذاكر الولاد، يا بتعمل حاجه حلوه. يا دعم، يا داعم في ظهرك دايما. ده مش انا بقى، يعني اخواتي والجيران، حد يعني الله يرحمه. لا حد فعلا هي السيره الحلوه اطول من العمر فعلا. ازاي تخطيت الألم، الفراق، الفقد عموما مشاعره انا ما صعبة. تخطيتوش، ما ينفعش اتخطاه. انا لو نسيتها ازعل. يعني لو يا مشاغل كلمة حلوة الدنيا، قوي، انا لو لو نسيتها مشاغل ازعل. الدنيا خليتني انسى ازعل. انا يا. عامل صفحه كده على الواتس انا ولاد، فيديوهاتها كلها واحنا فاكرها بنهزر. دايما. ايه. بتفتكرها دايما. طبعا وبترحم عليها في كل صلاه. آه. دي دي والله مش لاقي حاجه فعلا كلمه اقول حياتي زوجتي، لا يعني هي اكبر من ده بكتير فعلا. الحمد لله. مش لاقي حد خالص بعدها يحل مكانها؟ ده ولا بفكر. ولا بنتك؟ لا. انت بتتكلم زوجه تانية يعني؟ لا لا حد. لا لا مش حد، لا ما اخت؟ يتعوضش، لا 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 طبعا مش لا زوجة تانية. استحاله. قصدي اخت، بنت. انا اصدقاء قالوا لي يعني سنه ونص طبعا كانسر وكده وبتاع، يتجوز تاني وده حقك وبتاع رافض تمام. مش رافض. انا انا بتبقى هي قاعده وقلتها كتير في برامج يعني، هي والولاد، واروح موطي بايس رجليها اقول لها انا ببوس الرجل اللي شالتني 27 سنه. وانا مش بعمل كده عشان اقول ان انا زوج مثالي، لا. ده جزء بسيط من اللي هي عملته معايا. يعني ده حاجه اقل ما تشوف. انا بقول لك دوت تقول يا ده انت زوج عظيم، ده انت اكيد حاجه طبعا. ولا حاجه بالنسبه اللي عملته معايا. بس انا ما بقولش كده، انا بقول هي عملت ايه عشان توصل ان راجل يفتكرها 27 سنة جواز وبعد ما توفت ويفتكرها بكل الجمال ده. يعني ايه اللي عمل وصل كتير. الست ان يعني الراجل يقول عليها كل المشاعر الجميلة عملت دي؟ كتير يعني عايزه ايام تتكلم يعني انا. حضرتك تقول ايه للبنات بتوع اليومين دول؟ تنصحهم بايه؟ لا دول احنا ما صعبانين عايزين عليا. نصيحة. نصيحه. عايز اقول ان اولا عايز اقول اي ام دلعك لبنتك زياده عن اللزوم يبوظها. يعني لازم تتعلم تخش المطبخ، ولازم تأهليها ازاي تعاملي جوزك. واللي قبل ده كله، وانا هقولها دايما وافضل اقولها، الاب والام اللي ما يخلوش ولادهم
يصلوا يوريهم من ربنا. انتوا فشلتوا في تربيه ولادكم. اه هتروحوا توديهم مدارس انترناشونال وتجيبيهم عربيه وتسكنيهم هنا وهنا وهنا، كل ده حلو وجميل، لكن انت خليتي علاقه ابنك او بنتك بربنا ما فيش. يعني ايه؟ يعني ايه؟ انا مش متخيل. يعني انقطع عمل ابن ادم الا من ثلاث: ولد صالح يدعو له. ولد الصالح ده هيجي منين؟ من كارفور؟ الولد الصالح ده لما انا اربيه تربيه صالحه يطلع صالح. لكن لما انا ابقى نايم يوم الجمعه، تمام، ابني هيعمل ايه؟ 50% حضرتك من التربيه تقليد. يعني صح. ايه؟ اتباع. يعني حضرتك الباب بيخبط، تمام، بتروحي لابسه طرح مثلا يعني، وتفتح بنتك بتشوفك بتعمل كده. الاب بيصلي اكبر، بيصلي، بيقلد. صح. بيقلد. فبيقلد على حاجه كويسه. شايف الاب يعني طلعت شلت ابويا وامي ابويا بيعامل امي ازاي، ايه الادب والحنيه والطيبه وفي الزعيق، فابتدي انا اعامل مراتي نفس الموضوع، يبتدي بناتي وهكذا. شايف في تقصير في الأجيال الجديدة في طبعا تربيتهم؟ ودول تقصير. ضحايا. ضحايا. طبعا. السوشيال ميديا خلي بالك، دايما بقولها، ال- الفرق ما بين جدي وابويا في فجوه، شيء طبيعي. أكيد طبعا. وما بين ابويا وما بيني في فجوه. اه. ما بيني وما بين ابني فجوه كبيره مم. لسرعه التكنولوجيا. فاهم قصدي؟ السوشيال ميديا بعدت الناس خالص. طب احنا كأمهات وكأهالي ازاي نحاول نقرب منهم، نوصل لهم ازاي المفهوم ده؟ نقرب، لكن بص، لا انت هتعرفي تروح لهم ولا هم يعرفوا يجوا. بنعمل ايه؟ اه. نقرب. نقرب. بس نقرب يعني ايه؟ يعني لازم يبقى في وقت تسمعي ولادك وابوهم يسمعهم، وتقعدوا مع بعض وتتكلموا. لكن طول الوقت موجودين كأجسام، لكن العقول هنا وهنا مش موجودين، مش موجودة. يعني ايه؟ يعني انا مرات امي الله يرحمها بفتكرها 5 مرات في اليوم. ازاي؟ في الصلاة. في ايه بقى؟ مش في الصلاة كمان. اه. لما كان الاذان يدن، احترم الاذان. اه. التعليمات. ربنا بينادي عليك، ردد الاذان، جدد ايمانك. ربتني على كده. فبالتالي كل ما بسمع الاذان، لو انا وانت قاعدين بنتكلم، بقول له هديك بعد الاذان. اتربيت وتعودت، الصلاه اتعودت فاردد الاذان واترحم عليه. هل الجيل ده احنا بنعلمه على كده؟ بنحاول. لازم يبقى في وقت عند الاسره، آه ان تقعدي تربي وتنصحي كل شويه. ده مهم جدا. مهم جدا. ولازم يعني، هقولها برضو المره الاخيره. وانا في العمره بلف كده هون في الطواف، فلقيت بتوع شرق اسيا بيبقوا ماشيين وراهم مجموعه مثلا بيدعوا اللهم صل على سيدنا اللهم فلقيت نفسي بقول ايه ده؟ دي احنا في نعمه مش حاسين بيها. ايه هي؟ اللغه العربيه لغه القران. اه. اكيد الناس دي ثوابها اكتر عشان بيتعلموا عرب. عشان ده احنا بالعربي ما بنقراهوش، امال القران ده لو كان بالفرنساوي ولا بالصيني كنا عملنا ايه؟ ايه النعمه اللي ربنا اداها لك؟ اروح انا سايب ده ومدخل ولادي مدارس اهتم انترناشونال. بال. لغه انا ما عنديش اه. مانع علموا لكم اللغات زي ما انتوا عايزين، لكن لغه عربيه. لغة عربية ما- ومبادئ اللغه وقيم العربيه مش ودين. عشان كشغل، اللغه العربيه عشان تقرا قران، صح. دينك. صح. القران ده فيه الحياه كلها. صح. طب احنا هنا عايزه اسال حضرتك سؤال مهم. الفنان الكوميدي انا شايفه انه عنده مسؤوليه كبيره جدا ان هو يضحك الناس، دي مش اي حد يقدر يعملها. حضرتك لو هتنصح حد من الشباب الجديد عايز ممثل كوميدي تنصحه بايه؟ لا مش نصيحه، اصل الكوميديا دي برضو من ضمن النعم اللي ربنا مديها بني ادم. آه، آه، يعني انا مش شايف ان انا بتعب. بطبيعتي انا بحب ملكه. اهزر. ربنا مديها واحد صوته حلو، واحد شكله حلو. نعم ربنا مديه قبول، ربنا مديله قبول. فمش فاهم ازاي؟ انما بقى عشان يبقى كوميديان، لا دي عايزه زي ما تقولي ايه، حظ. و... و... ولما يجي لك الحظ تجتهد وتتعب، تمام،
انا مش شايف ان انا تعبت في الكوميديا خالص. هي بتبقى ملكه. ربنا بيدي ربنا لك صارفها. ربنا بيقول لك خدي شكرا. وحضرتك ربنا صارف لك ما شاء اه الله الحمد لله. كوميديا. الحمد لله. ضحكتنا كتير جدا ربنا يخليك، واسعدتنا الحمد كتير لله، الله جدا يخليك. وابكتنا برضو كتير جدا. الحمد لله على كل حال. ايوه. وشرفتنا الله النهارده يخليك، شرف وانبسطت لينا. جدا جدا الله يخليك يا فندم. باللقاء ده، واتمنى ان تكون حضرتك انبسطت معايا. وانا والله مبسوط فعلا، وحضرتك شخصيه محترمه، والواحد يعني عايز اقول يعني انا بيجي لي كل يومين ثلاثه بودكاست وبتاع، لكن عشان طبعا مروه دي بنتي فما اقدرش اقول لها لا يعني. وانا اتشرفت بحضرتك طبعا يعني. ربنا يخليك، ميرسي الله جدا يخليك، وتنور. ربنا يخليك.